كل اللي الشعراوي قاله حصل بالحرف الواحد، حتى اللي قاله للرئيس السابق حصلت كل كلمة فيه، رغم ان مبارك ما كانش مصدق الكلام ده وقتها. ايه اللي قاله الشيخ الشعراوي وازاي ده اتحقق بالحرف الواحد؟ وليه مبارك اتخض من الرسالة دي؟ كل ده واكتر هتعرفه في التقرير ده من 3 دقايق. تقريبا في ال100 سنة الأخيرة من عمر مصر مفيش عالم أو شيخ قدر يجمع المصريين على حبه والاهتمام بكلامه والاستماع ليه قد العالم الراحل محمد متولي الشعراوي. علشان كده جنازته كانت واحدة من أكبر الجنازات اللي شافتها مصر في تاريخها، وخطبه لسه لحد دلوقتي المصريين بيسمعوها وبيسمعوا لتفسيراته للقرآن الكريم وتحليله الدقيق لكل آية موجودة فيه. لكن الشعراوي على قد ما هو كان عالم مهتم بالتفسيرات والدراسات اللي من النوع ده، كان برضه راجل عنده بصيرة ورؤية كبيرة خلته يشوف المستقبل بصورة كبيرة، لدرجة انه قال رسالة للرئيس الراحل حسني مبارك توقع له فيها شكل نهايته. الرسالة دي كانت سنة 1995 بعد محاولة إنهاء حياة الرئيس الراحل حسني مبارك في أثناء زيارته لأثيوبيا، واللي مبارك نجا منها بأعجوبة. بعد رجوع مبارك لمصر وقتها عمل حفلة كبيرة في القاهرة، وده بمناسبة نجاته من الخطر، فدعا كبار المسؤولين في البلد ومنهم رجال الدين طبعا، وفي مقدمتهم الشيخ الشعراوي اللي كان من أهم العلماء في مصر. وقتها طلع الشيخ الشعراوي على المسرح علشان يقف قدام مبارك ويقول له رسالة من اللي هم تشجيع للرئيس وإشادة بيه وبحكمه والكلام اللي كلنا عارفينه ده. لكن اللي حصل عكس كده خالص. الشعراوي وقف قدام مبارك وقال له إنه مش هيقول كلام فيه مجاملة أو نفاق، لأنه بقى في أواخر أيام حياته، ولكن هيقول له قدام الناس كلها: إذا كنت قدرنا أعاننا الله عليك، وإذا كنا قدرك أعانك الله علينا. الرسالة دي خلت الناس كلها تسقف للشعراوي، ولما سمعوه في التلفزيون كل الناس اتبسطت جدا من الكلام ده، واللي كان معناه إن الشعراوي بيدعي ربنا يعين الشعب المصري على مبارك لو كان هو قدر ومعاناة ليهم، والعكس برضه. من خضة مبارك من الكلام ده اللي اتقال له على الهوا قدام الناس كلها، ما حسش بنفسه ووقف متسمر في مكانه. حتى لما الشعراوي بدأ إنه هيقع ومش قادر يقف على رجله، فضل مبارك يتفرج عليه لثواني كده قبل ما يتدخل الموجودين على المسرح ويسندوا الشعراوي. الغريبة بقى إن الرسالة دي فضل المصريين كلهم فاكرينها للشعراوي حتى بعد ما رحل عن عالمنا بعدها بسنين قليلة، وفضلوا يرددوها لحد سنة 2011 لما نفذوا الكلام بتاعها وأسقطوا مبارك زي ما توقع له الشعراوي بالحرف. ولحد دلوقتي الناس كلها لما بتفتكره بتدعي له بأحسن الدعوات.